السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى قمت من النوم ما لقيتش حاجة افطر بيها انا والاولاد، فقررت اقوم اعمل لهم شوية قراقيش. كان عندي شوية دقيق فقلت بقى اقوم ايه اعجنهم بسرعة كده، مش هياخدوا مني وقت خالص. بجد بجد طلعت القراقيش عظمة عظمة عظمة، حاجة كده فلة. طلعت خفيفة قوي وطعمة قوي وحاجة كده لذيذة بتدوب في البق. بجد بجد زي ما انتوا شايفين كده، اللون حلو قوي، الطعم لذيذ جدا. طلعت خفيفة قوي. بجد يعني رغم ان انا حشيها عجوه ما طلعتش، يعني ما بتعملش صواريخ بقى. الصبح بتاكلي بقى قراقيش تلاقيه بقى معدتك، والله ابدا ما حصل الكلام ده. طريين كده على المعده وحاجه كده فل. يلا نسمي الله وندخل نعرف الطريقه ونشوف المقادير. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا 2 كيلو دقيق، حطيت عليهم باكو بيكنج باودر، تمام كده، وشوية ملح، يعني زي نص معلقة ملح كده. وقعدت بقى اقلب بالمعلقة كده عشان ايه، يعني الملح والبيكنج باودر يدوبوا في الدقيق. وعملت فخرة كده في النص، فخرة ولا حفرة حاجة زي كده يعني. المهم جبت بقى حطيت سمسم، حطيت زي مغرفة سمسم كده، زي نص كوباية سمسم. عموما انا بحب السمسم، كتروا براحتكم يعني، تقللوا براحتكم. وجبت شمر مع شوية كمون، يعني يعني حطيتهم على النار كده يتحمصوا، وبعد كده رحت ضربتهم ضربة في الخلاط، نص ضربة كده، وحطيتهم طبعا في الدقيق. وكنت جايبة السمنة، كيلو سمنة، 2 كيلو دقيق عليهم كيلو سمنة. السمنة قدحتها بصراحة، لأن القراقيش لازم أقدح السمنة. عملت بقى اختبار، حطيت شوية شوية كده على السمسم عشان يتحمصوا. والريحة، الزيوت بتاعة السمسم والشمر والكمون بيطلعوا مع السمنة المقدوحة، بيطلعوا معاهم كده وتشم ريحتهم كده، بتبقى بجد عظمة. وبتحسي وانتي بتشتغلي كده الريحة قلبة الدنيا. فجربوها بجد مش هتندموا. جبت بقى، طبعا هي مولعة نار، فمش هينفع ان انا استخدم ايدي. وانا حبيت اعمل لكم يعني اعجن القراقيش بايدي، وما رضيتش اشغل العجان عشان الناس يعني في التعليقات بتضايقوني بصراحة. ناس تقول لي اه انتي بتعملي بالعجان واحنا ما عندناش عجان والكلام دوت. عادي يا جماعة، يعني انا جايباها بالقصد والله، وعادي انتوا ممكن تجيبوها بالقصد كمان، وممكن تحوشوا عادي. يعني احنا كلنا ستات بيوت زي بعض وبنعرف نتصرف، يعني ربنا يا رب يرزقكم كلكم وتجيبوا كل اللي نفسكم فيه. بس يعني عادي انت ممكن تقومي تعجني بايديكي والاولاد حوالين منك كده سعاده يعني. بتحسي بسعاده ان انت بتفرحي اولادك بحاجه زي كده يعني. قعدت بقى اقلب كل ده بقى، طبعا عيالي اخدوا اجازه بقى وقاعدين بقى يتفرجوا عليا ومنتظرين يعني القراقيش تطلع من الفرن بسرعه. المهم زي ما انتوا شايفين كده، قعدت ابس كويس قوي. يعني افضل حاجه في القراقيش ان انتي تبسيها كويس بايديكي. سبت بقى المغرفه وقعدت بقى ابس بايديا كده لغايه ما نعمت وبقت مرمله، يعني الدقيق كله بقى مرمل، يعني زي الرمله كده في ايدي. ومفيش يعني اي حاجه مكلكعه في الدقيق، مفيش تكتلات خالص زي ما انتوا شايفين كده، بايدي وشغاله الله ينور. ماشي، يعني قعدت بتاع 10 دقايق ببث فيها. ماشي، خليتها فله، وبعد كده بدأت بقى أعجن. أنا بقى في اللحظة ديت كنت مجهزة كيس خميرة على معلقتين سكر. قلبتهم كويس وسبتهم لغاية ما يخمروا، عبال ما بسيت الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. كانت الخميرة يعني اتظبطت. حطيت هنا بقى بعد ما خلصت بس حطيت نص معلقة فانيليا، بتدي طعم جميل قوي للقراقيش على فكرة. جربوها مش هتندموا برضو. بقلب بقى الخميرة هنا بعجن كويس قوي. برضو يعني الخطوة ديت مهمة جدا ان انت تفضلي تعجني فيها
علشان برضو الخدمة بتاعة العجين أهم من أي حاجة. والخطوة التالتة بقى الخبيز، يعني أنا أعجن كويس وأخبز كويس، الحاجة تطلع قمر أحسن من المخابز، والله بتطلع أحسن من المخابز اللي بره. وزي ما انتوا شايفين كده انا جبت كمان عجنته يعني كوبايه خميره فيها الميه، حلها بالميه، وكوبايه لبن، كوبايتين بس اللي نزلت بيهم، ما كترتش خالص. ليه؟ لاني انا لو كترت ميه او كترت لبن هتنشف مني، انا مش عايزاها تنشف، يعني انا عايزاها تبقى هشه وخفيفه، مش عايزاها لا تبقى طريه ولا عايزاها تبقى معضمه. انا عايزه القراقيش بتاعتي تبقى مظبوطه وخفيفه ومقرمشه كده وحاجه فله. فخدي بالك برضو من المقادير، لا تكتري ميه ولا تكتري لبن، هي كوبايه لبن وكوبايه الخميره اللي انتي حاطه فيها الميه بس. خلاص انا كده عجنتها مية مية. هجيب الاسترتش بقى والفها بالاسترتش واسيبها يعني ايه يعني تتخمر كده براحتها خالص. الجو حر واكيد هي يعني مش هتاخد وقت في الخمر، وبراحتها بقى. انا كنت بتفرج هنا بقى على مسلسل تركي، طبعا اخدنا الاجازه وقاعدين فاضيين ما وراناش حاجه، وسبتها بقى خمرت بقى، اخدت راحتها، يعني قعدت بتاع ساعه ساعه ونص كده. بصوا شايفين القمر كده، العجينه مرتاحه وفله. خلاص كده هي بقت حلوه واتخمرت كويس. هجهز بقى الصاج اللي هشتغل بيه، وجبت هنا العجوه، جبت معلقه سمنه وفركتها كده بايدي. وبجيب بقى، احنا طبعا مش هنعلمكم، انتوا اساتذه، القراقيش سهله جدا. بجيب بقى بكور كده على قدي، حجم صغير، بحيث ان انا اقدر يعني اشتغل بيها، وبفردها كده. وبجيب بقى الحشو بتاعي، سواء كان عجوة او سواء كان ملبن او سواء كان اي حاجة عايزين تحشوا بيها. ممكن ما تحشوهاش خالص ويعملوها سادة، بتبقى تحفة بجد، والله بتبقى تحفة. بس انا يعني اولادي بيحبوها بالعجوه، فمش عايزه ازعلهم، يعني عملتها بالعجوه، وبعملها بالطريقه دي وبلفها، وبتبقى يعني قمر. ممكن تعملوها على الرخامه، ممكن تعملوها في اي مكان، المهم تعملوها بنفس الطريقه. وبكف ايدي كده ببطها، ويعني بظبطها كده بالسكينه علشان خاطر تطلع لما اجي اقطعها بالسكينه تطلع متساويه. وبعملها بقطعها بالطريقه ديت. وبراحتكم، عايزين تعملوها طويله، عايزين تعملوها قصيره، براحتكم خالص يعني. التقطيعه ديت سايبها لكم انتوا. انا بقطعها كده وبتبقى شكلها جميل جدا. بجيب بقى الستاك بتاعي، انا حطيت هنا ورق زبده علشان برضو ما تتحرقش من تحت كده. عادي ممكن تعملوها من غير زبدة، يعني من غير ورق زبدة، ممكن تدهنوا الصاج كده ومن غير ما تدهنوا كمان، هي كده كده القراقيش فيها سمنة، فعادي يعني. انا بقيت الصاج بقى يعني وسطنت النار، وبقيت الصاج نلفه بايدي كده، والله اتحرقت وانا بدخل الصاج كده، اتحرقت. انا كل ما بعمل حاجه بتحرق الحمد لله. فخدوا بالكم يعني. بصوا خليت القراقيش لونه كله لون واحد يعني، وانتوا قاعدين كده لفوا الصواني عشان يطلع بالنتيجه القمر دي. بجد بجد والله العظيم الكاميرا ظلماه، ده احلى من كده، يعني لونه احلى من كده كمان. بصوا من تحت مستوي وعاطي نفس اللون من فوق، يعني ده بقى الخبيز الجيد اللي لما تبقي قاعده واخده بالك من الحاجه اللي في اللي في النار. انا عيالي طبعا كلهم منتظرين ان أنا اطلع القراقيش، كله واقف ورا ظهري، كله عايز، كله عمال يلقط يعني، منتظرين اللحظه الجميله دي. شايفين القمر؟ انا بقى بتمنى لكم السعاده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. عايزاكم بقى تشيروا الفيديو ده في كل مكان، تعملوا اللايك. وكانت معاكم عبير العمراوي، والسلام عليكم.